نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم نتعلم والعلم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في منصتكم، منصة الأستاذ همام الأكاديمية، ومواصلين لدروسنا في مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول متوسط في الوحدة الثانية الجمل الرياضية والمعادلات، الدرس الثالث بعنوان المعادلات، إعداد وتقديم أستاذ همام محمد السماني. طبعا دروس المعادلات من الدروس السهلة لو ركزنا فيها وفهمنا القوانين صح. أول حاجة نتعرف على المعادلة. المعادلة هي جملة مفتوحة تتضمن علاقة التساوي أو علامة التساوي. تعرفنا على الجمل الرياضية وتعرفنا على الجمل المفتوحة. الجملة المفتوحة هنا المرة دي لو فيها علامة بتاع التساوي دي بيسموها معادلة. يعني زي دي مثلا 3 س زائد 2 يساوي 5، دي جملة مفتوحة فيها علامة بتاع التساوي، إذا دي معادلة. في وحدات ما فيهم علامة تساوي، فيهم علامة أكبر من أو أصغر من، بسميها جمل مفتوحة بس. أما الجملة اللي فيها تساوي اسمها معادلة. تمام. إذا الأشكال دي كلها هنا عندي دي المعادلات. س زائد 7 بيساوي 11، 2 ص ناقص 1 بيساوي 1، 3 س بيساوي 27، 7 على ص زائد 4 بيساوي 5. دي كلهم معادلات. ده بسميه متغير أو مجهول، وديل بسميهم مكونات المعادلة. طبعا عندي مجموعة تعويض وعندي مجموعة حل. نحن هنا عاوزين نختصر الكلام الكثير ذاك، بدل كل مرة نعوض نشوف طريقة جديدة. طيب عندنا خواص علاقة التساوي أو علامة التساوي. لو عندي مثلا 1 زائد 2 بيساوي 3، نفسها 3 بيساوي 1 زائد 2. يعني لو باليمين خطيت الثلاثة وبالشمال خطيت 1 زائد 2، أو باليمين خطيت 1 زائد 2 وبالشمال خطيت 3، ما بتفرق في حاجة. برضو عندي 2 في 4 بيساوي 8، أو 8 بيساوي 2 في 4. يعني ما بتفرق خطيت في البداية شنو. يعني يمين والشمال حاجة واحدة، كأنه كفة بتاعت ميزان، كفتين مساويتين. لو خطيت البجاي، الوزن البجاي نفس الوزن البجاي، لو غيرته برضه ما بتفرق في حاجة. عموما يعني لو عندي ألف بيساوي ب، فإن ب بيساوي ألف. تمام. تمام. طيب يعني يمكن أخد دي في البداية أو أخد الثانية في البداية، لأنهم أصلا مساوين، عبارة عن حاجة واحدة. لو عندي س زائد س بيساوي 2 زائد 6، أو 2 زائد 6 بيساوي 8، معناها س بيساوي 8. س بيساوي 2 زائد 6، وأنا أصلا 2 زائد 6 ب 8، معناها بشيل ال 2 زائد 6 مع بشيل ال 2 زائد 6 مع 2 زائد 6، السين بيساوي 8 معناها. أو لو عندي ألف بيساوي ب وب بيساوي ج، بشيل الحاجة المشابهة، شيل ب من هنا شيل ب من هنا، معناتها ألف بيساوي ج. طيب الخاصية الثالثة من خاصة التساوي، لو عندي 4 بيساوي 4، لو ضفت هنا واحد وضفت هنا واحد برضه حيكونوا مساويات. يعني لو ضفت حاجة باليمين لازم أضيف بالشمال، ولو طرحت حاجة باليمين لازم أطرحها من الشمال. أي لو عندي ألف بيساوي باء، فإن ألف زائد ج بيساوي باء زائد ج. ولو عندي ألف ناقص وعندي ألف ناقص ج برضه بيساوي باء ناقص ج. يعني لو ضفت حاجة لألف لازم أضيفها لباء، لو طرحت حاجة من ألف لازم أطرحها من باء. الخاصية الرابعة، لو ضربت رقم في اليمين لازم أضرب في الشمال برضه. إذا 5 بتساوي 5، لو ضربت 5 في 4 بجاي لازم أضرب 5 في 4 بجاي، لو كان موجب ولا كان سالب. الخاصية الخامسة والأخيرة، لو قسمت رقم بجاي لازم أقسم بجاي برضه. إذا كان 6 بيساوي 6، لو قسمت هنا على 2 برضه بقسم هنا على 2. عموما لو عندي ألف بيساوي باء وقسمت بجاي على ج لازم أقسم بجاي على ج، لكن ج ما تساوي صفر، لأنه لو ساوي الصفر بيكون عدد غير نسبي، كان عدد موجب كان عدد سالب. طيب نحن نطبق أمثلة على الكلام ده. مثال: جد مجموعة الحل للمعادلة س زائد 2 بيساوي 5. س تنتمي إلى طاء. الحل. طيب عندي دي المعادلة، بدل أجي أعوض كل مرة أعداد طبيعية، دي مجموعة التعويض طبعا، أعوض كل مرة الطبيعية لحد ما ألقى الحل، في طريقة تانية وسهلة جدا. العدد الجنب السين جنب المتغير أتخلص منه، هو مجموع هنا بزائد 2، أنا بجمع نظير الجمعي عشان أتخلص منه. النظير الجمعي الاثنين بكم؟ ممتاز، سالب 2. إذا هضيف سالب 2 للطرفين، لأنه خاص التساوي لو ضفت حاجة بجاي تضيفها بجاي برضه. طيب نقوم نضيف سالب 2 للطرفين، تبقى س زائد 2 دي الحاجة كان قاعدة، ضفنا لها هنا سالب 2 بيساوي 5، دي أصلا قاعدة ضفنا لها سالب 2، إضافة يعني علامة زائد. طيب طبعا 2 زائد سالب 2 بصفر، لأنه عدد زائد نظير الجمعي. و5 زائد سالب 2 تديني 3، لأنه الفرق بيناتهم شرط الأكبر، الأكبر هو
الخمسة إشارته موجب الناتج حيكون موجب. س زائد صفر بيساوي 3 معناها س بيساوي 3. إذا مجموعة الحل بيساوي 3 لأنه 3 عدد طبيعي ما طلع من الطبيعية، معناتها مجموعة الحل بيساوي 3. لو طلع بقول شنو؟ فاي أو مجموعة خالية. شوف المثال الثاني. 2 س ناقص 3 بيساوي سالب 11. أول حاجة أسوي شنو؟ أتخلص من الرقم الجنب السين ده بالناقص. إذا حاضيف عدد بالموجب. أيوه ممتاز. النظير الجمعي ناقص 3 هو زائد 3. حاضيفها لكن بالطرفين بيجاي وبيجاي. تمام. بإضافة موجب 3 للطرفين هتبقى 2 س ناقص 3 زائد 3. دي أصلا قاعدة ضفنا لها موجب 3 بيساوي سالب 11. ضفنا لها برضه موجب 3. السالب 3 زائد 3 بصفر لأنه عدد زائد نظيره الجمعي. وسالب 11 زائد 3 الفرق بيناتهم سالب 8 الأكبر لأنه هو ال 11 شرطه سالب. إذا عندي 2 س بيساوي سالب 8 صح؟ أيوه 2 س زائد صفر بيساوي سالب 8. أنا ما عاوز 2 س، أنا عاوز س واحدة. لازم أقسم على معامل س هنا اللي هو 2 على 2 بيجاي بيجاي. قسمنا على 2. 2 مع الاثنين بتروح أو بتبقى 1. وسالب 8 على 2 دي على 2 فيها الواحد ودي على 2 فيها سالب 4. سالب 8 على 2 فيها سالب 4. إذا قيمة س بيساوي سالب 4. طيب قيمة س دي هل هي داخل مجموعة التعويض؟ نعم داخل مجموعة التعويض. إذا مجموعة الحل بيساوي القيمة بتاعت س بيساوي سالب 4. طيب يا أستاذ لو لقيت قيمة س خارج نطاق التعويض يعني ما من مجموعة، بقول مجموعة الحل بيساوي فاي. نشوف مثال تاني كده. في مثال رقم 3 قال لي مجموعة حل المعادلة 5 س زائد 2 بيساوي 6. س تنتمي لمجموعة أعداد طبيعية. معروف الطبيعية تبدأ من 1 2 3 ما فيها السالب ما فيها الكسور ما فيها صفر. أول حاجة لازم أضيف عدد يتخلص لي من العدد ده. هضيف كم معناته؟ عدد جنب س أضيف سالب 2 ممتاز بإضافة سالب 2 للطرفين. تبقى 5 س زائد 2 زائد سالب 2 بيساوي 6 زائد سالب 2. طبعا ده زائد ده بصفر لأنه عدد زائد نظيره الجمعي. و6 زائد سالب 2 بموجب 4. تبقى 5 س بيساوي موجب 4. بستخدم خاصية من خاص التساوي اللي يقسم الرقم هنا عشان اتخلص من معامل س اللي هو الخمسة. ولو قسمت بجاي بقسم برضه بجاي. اقسم على 5 هنا وعلى 5 هنا معناتها. طيب 5 على 5 بتنتهي. س معناتها بساوي 4 على 5. طيب هل 4 على 5 عدد طبيعي؟ الجواب أكيد لا. ليه؟ لأنه 4 على 5 كسر والأعداد الطبيعية ما فيها كسور، كلها أعداد موجبة تبدأ من 1 2 3 وأنا ماشي. إذا الحل ده مجموعة خالية أو ممكن أقول مجموعة الحل بيساوي فاي. لو كان قيمة س ما موجودة في مجموعة التعويض معناها مجموعة الحل بيساوي فاي. طيب عندنا تمرين في نهاية الحصة. لو في سؤال غلبك أو كده اكتب رأيك في التعليقات. اكتب المسألة في التعليقات رقم المسألة. إن شاء الله نكون كده وصلنا هذه الحصة. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ودمتم في حفظ الله ورعايته.